السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل فيه الكشري الاسكندراني او الكشري الاصفر بالعدس الاصفر. طعمه حلو قوي، مغذي جدا وطعمه لذيذ، ما بياخدش وقت في العمايل بتاعته، وكمان جنب اي حبه كده بتنجان مخلل او طماطم مخلله مع البيض المسلوق كده المدحرج كده في السمنه البلدي. طعمه هيكون حلو قوي ومغذي ومش هياخد معاكي وقت، وكمان حاجه تفتح النفس. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. بس الاول لو مش مشتركه في القناه اشتركي وفعلي الجرس وما تنسيش اللايك. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف عملناه ازاي. اول حاجه حل على النار كده فيها معلقتين سمنه على معلقتين زيت، وانزل بيهم بالرز والعدس. تخلي الرز ضعف كميه العدس، يعني لو انت عامله كوبايه عدس اعملي كوبايتين رز، يبقى الرز قد العدس مرتين. انشفه كويس، لازم طبعا ينشف كويس كده في السمنه والزيت. لازم اتاكد ان هو نشف كويس عشان خاطر يبقى مفلفل معايا، عشان خاطر ما يعجنش ويكون مفلفل معايا. افضل اقلب فيه كده على طول لحد ما الاقيه خربش كده ونشف خالص معايا. لو انتي بتحبي تحطي عليه بصل من الاول صفري له بصلايه قبل ما تحطي الرز والعدس، برده هيديكي طعم حلو قوي. بس انا فضلت اسيب البصل للاخر عشان خاطر اللي مش بيحب البصل، لكن برده بالبصل هيكون طعمه حلو قوي. بعد ما ينشف بقى كده وابتدي قبل ما ازيده على طول حطيت له كده مكعب مرقه دجاج، لو بتحبيه بيديله طعم حلو قوي. وكمان حطيت نص معلقه فلفل اسود ونص معلقه ملح ونص معلقه كمون، دي البهارات اللي بتكون طعمها حلو قوي فيه. انشف تاني كده واخلي احمص البهارات كده في الرز، هتديها طعم حلو قوي لحد ما الاقي ريحه البهارات طلعت. اقلب فيه شويه كده دقيقتين 3، وابتدي بقى ازيده بميه مغليه او ميه من الكاتل كده. ما زيدوش زي الرز العادي، اخليه اقل شويه من الرز اللي احنا بنحمره العادي، لان طبعا العدس هنا ما بياخدش سوا خالص. اغطيه دوب بالميه، ما زودش اكتر من كده. هركنه بقى واعمل بقيه الخلطه بتاعته. دلوقتي عملت بصلتين كبار، قطعتهم كده تقطيع صغير، او لو عايزه تقطعيهم شرايح زي ما انتي عايزه. اقلبهم لحد ما احمرهم كده زي بتاع الكشري المصري العادي. حطيت حبه بهارات عليهم كده على البصل عشان خاطر يديها بس ريحه حلوه، وحبه ملح. اقلب على طول لحد البصل ما يتحمر. ودلوقتي في طاسه تانية هعمل الصلصه بتاعه الكشري الاصفر. حطيت معلقه كبيره كده توم مفروم في معلقتين زيت، معلقه كبيره توم، وعليه معلقه كده من البهارات المشكله. اقلب على طول، طبعا التوم ده عليه الملح والفلفل. اقلب فيه على طول لحد ما يصفر كده، نفس كده الصلصه بتاعه الكشري العادي. اول ما يصفر احط عليه معلقتين خل، وبعدين هنزل بحوالي نص كيلو طماطم، مش اكتر من كده، نص كيلو طماطم ضربته في الخلاط وهصفيه بمصفى ضيقه كده، واسيب بقى الصلصه ديت تسبك معايا عشان ده اللي هحطه على وش الكشري الاصفر. والبصل كمان اللي انا بعمله خلاص، اللي هو البصل المتحمر اللي هحطه على الوش برضو خلاص اصفر كده معايا وبدأ ياخد اللون الذهبي. اول ما يتحمر كده وينشف معايا اشيله على طول. دلوقتي بقى ادحرج كده البيض المسلوق. انا سلقت بيض، البيض بقى تسلقيه زي ما انت عايزه. البصل اتحمر اهو خلاص. دلوقتي بقى حطيت معلقتين سمنه بلدي كده في طاسه، وقلبت فيهم على طول البيض كده لحد ما يتدحرج كله، حمره كله كده يبقى البيض المدحرج ده، وارش عليه حبه بهارات كده وخلاص. كده خلاص اتحمر، اشيله وارش عليه حبه بهارات وكده جاهز خلاص. دلوقتي خلاص الكشري الاسكندراني كمان استوى، مفلفل جدا، طعمه حلو ومفلفل. بعد ما يستوي خالص معايا بقى كده ممكن احط عليه كمان معلقتين سمنه بلدي، هيديله طعم حلو قوي. كده خلاص استوى، احط عليه معلقتين سمنه بلدي واغطيه. غرفته بقى خلاص مفلفل جدا، وحطيت عليه البصل. لو عايزه تقلبي فيه البصل ممكن تقلبيه برضو فيه كله، بس لو حد مش بيحبه حطي عليه بس على وشه كده البصل. وكمان الصلصه ممكن ترشي الصلصه برضو عليه، او تخليها كده في طبق وتاخدي كده بالمعلقه وانتي بتاكلي، برضو هيكون طعمها حلو قوي. زي ما تحبيه بقى اعمليه. وطبعا جنبه البيض المسلوق وبتنجان مخلل وطماطم مخلله، طعمه جميل جدا ويفتح النفس. اتمنى الكل يجربه وان شاء الله يعجبكم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم.
لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.